أهلا وسهلا فيكم متابعيني على قناتي بوصفة جديدة. بتمنى تكونوا جميعا بخير وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم راح أحضر وصفة من ألذ وصفات اللي ممكن نعملها بالباذنجان، خصوص الباذنجان اللي بيكون رفيع وحجمه صغير مش الباذنجان الكبير. بتمنى تجربوا هيدا الوصفة وتعجبكم، وهيدا الوصفة طيبة تاكلوها أول النهار وتاني نهار بتكون كتير طيبة لأنه بتكون امتص الباذنجان كل الطعمات الموجودة عنه. حقشر الباذنجان بهيدي الطريقة، حقطعه بهيدي بشكل دوائر بهيدي السماكة. من بعدها أكيد رح نغسل الباذنجان وراح نقليه من بعدها نصف قلية أو نصف استواء لحتى المهم ياخد معنا اللون الذهبي، لأنه في عنا مرحلة تانية للطبخ. هيدي الوصفة سهلة وسريعة التحضير، ممكن تتاكل لحال اللي بحبوا ياكلوا هيدي الوصفة بالمعلقة أو بالخبزة، وممكن أنا بقدم جنب منها رز بشعرية، بتطلع كتير طيبة وسهلة التحضير. هون قليت الباذنجان أنا نصف استواء على جنب. رح بلش كمل الوصفة. لازم جيب طماطم، ببشرها بالشارع، ممكن أعملها بالخلاط، بدي إياها تكون سائلة. المفضل تكون الطماطم اللي عنا إياها تكون حمراء منيحة للطبخ عشان يطلع لونها أروع وطعمتها ألذ. الطماطم اللي بشرتها أو عملتها بالخلاط حضيف عليها صلصة طماطم، كل ما يطلع لونها أحمر أكتر كل ما بتعقد معنا الطماطم أكتر. حضيف عليها 7 بهارات وملح حسب الرغبة. هأخلط المكونات منيح، هأرجع أضيف عليهم شوية مي كرمال يكون القوام عنا سائل وما تنشف كتير معنا الباذنجان. متابعيني إن كنتم أول مرة بتشوفوا هذه القناة فيا ريت تضغطوا زر الإعجاب وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. بنهاية الفيديو أعطوني رأيكم بالتعليقات. أنا هون حأستعمل الطماطم الخضراء قطعتها جوانح، ممكن ما تستعملوها لكن أنا بحب استعمل الطماطم السائلة اللي عملتها أنا وبحب استعملها خضراء. هلا على جنب رح هاد سمني على النار، بحمص أي نوع مكسرات بدكن إياه، كاجو، لوز، جوز اللي بدكن إياه. بنفس شلت الكاجو على جنب. بنفس المقلاية رح احط اللحمة المفرومة. بعد ما تستوى اللحمة المفرومة حضيف عليها 7 بهارات وزنجبيل وملح حسب الرغبة. بقلبها شوي صغيرة على النار وبشيلها على جنب. من بعدها رح اجيب الباذنجان اللي احطه بالصينية اللي بدي اطبخه فيها وبالصينية اللي رح اقدمه فيها. حضيف عليه صلصة الطماطم اللي عملتها، حضيف عليه الطماطم اللي قطعتها جوانح، بقلبهم شوي لحتى اشوف اذا الطماطم مناسبة لكمية الباذنجان اللي عندي. انا هون بحضر كمية قليلة. بقلب هون ولازم تكون في شوية مي لانه بس نطبخه على النار ما لازم يكون كتير ناشف معنا، يعني انا ضفت عليه شوية مي لحتى صار هيك. من بعدها بعد ما جهزت عند اللحمة بحط اللحمة فوق منه مع السمنة والدهن اللي بقلبها، رح حتى نطبخ الباذنجان على النار. حطيت اللحمة فوق منه ووزعتها. هلا رح احطها على الغاز على النار كتير هادي ورح اغطي الصينية كل ما يستوى الباذنجان معنا. ما بتاخد وقت كتير على النار، تقريبا بدها ربع ساعة على النار هادي بتكون جاهزة معنا. وبنقدمها بجانب رز شعرية، وممكن نزين وشها بالكاجو او المكسرات. انا بضيف عليها بقدونس او اي نوع حشائش بتحبوها. بتمنى تجربوا هيدا الوصفة وتعجبكم، والى اللقاء بأمان الله.